قصتنا الليلة عن واحدة تقول، هي تقص قصتها، تقول أنا لا إله إلا الله، من عائلة غنية. تقولوا كان يعني مجاب لكل حاجة، كل شيء أتمناها ولا أطلبها تجيني. تقول المهم صار خلاف بين أمي وأبوي للأسف، يعني تطور الخلاف ودخل فيه ناس، ويوم دخلوا الناس يعني من عائلة أمي ومن عائلة أبوي خربوا الموضوع أكثر، فطلق أبوي وأمي، طلقها. وتقول حنا في جدة، تقول يوم طلقها وتروح عند إخوانها بالرياض، لكن بيت مستقل لحالها يعني. المهم تقول تربيت عند أبوي، تزوج أبوي. تقول طبعا تقول عانيت من زوجة أبوي. تقول أنا يوم أبوي يطلق أمي أنا عمري 10 سنوات. تقول عانيت من مرة أبوي، غيورة حسودة، ما تبيني يعني ما تبيني أتقدم ولا أتطور ولا شيء، تبيني أشتغل شغالة عندها. تقول أنا من الناس المتفوقين دراسيا، يعني تفوق قوي قوي جدا. تقول المهم يوم صار عمري 16 سنة وصرت بأول ثانوي، تقول ما دريت إلا يوم جاء أبوي قال جاي للعريس ونبي نزوجك. تقول بكيت وترجيت أبوي، لكن تقول طبعا الموضوع كان داخل فيه مرة أبوي، زوجها وخلها تروح وما أدري وشو. المهم تقول المهم فكرت شوي وقلت يعني على الأقل أبى أروح عند رجال لحالنا، يمكن يخليني أكمل، يمكن أقدر عليه إنه يعني يحب إني أكمل وكمل دراستي وافتك من الضيم والظلايم اللي أنا فيها. تقول فعلا وافقت على مضض، لكن تقول متأملة إن الله يبي يحسن لي حياتي. تقول رحت عند زوجي، تقول كويس وطيب وعادي وحياتنا ماشية طبيعي زي أي زوجين، لكن حكاية الدراسة تقول مو من أهلها. قال لا، ما له داعي تكملين دراستك ولا شيء. تقول هو اللي يعني صعب الأمر زيادة إن أنا حملت بولدي على طول. تقول جبت منه ولدين وبنت. تقول بعد زواجي يمكن ب10 سنوات توفى أبوي. تقول توفى أبوي وورثت توفى أبوي. تقول توفى أبوي وورثت منه ورث له أول ما له آخر. تقول المهم جيت يا فلان، أنا الشقة اللي أنا سكنة فيها خلاص اندبلت كبدي منها، أبي بالورث اللي جاني هذا أبي أبني لي قصر. تقول أنا خلاص يعني ضايق صدري من، تقول كنت عايشة بقصر ومع زوجي لي 10 سنين بشقة صغيرة على قد حالنا. تقول قلت أبغى قصر، أبي قصر مثل قصر أبوي. تقولوا فعلا قال لي أبد ما يخالف اللي تبي. طيب يا فلانة، تقول قال لي زوجي بدال ما أنا يلا أرجع لك في كل حاجة وقعي لي على توكيل عام. تقول فعلا 10 سنين أنا وياه وما شفت منه لك الخير ونعم الزوج يعني. تقول وقع له على توكيل عام. تقولوا يبني لي ذاك القصر اللي ترمح فيها الخيل، الحوشة ديرة والقصر نفسه ديرة وغرف. تقولوا استانست أنا وعيالي. المهم تقول قعدت بهالقصر 1.5 سنة. تقولوا في يوم من الأيام ما دريت إلا زوجي داخل معه مرة. وش هذه فلان؟ قال هذه مرتي. أنا والله ما سويت. تقول يوم قعدت تصيح وصرخ عليه وليش وما أدري. قال ما سويت شيء حرام. تقول قلت له طيب ما سويت شيء، القصر هذا ما دفعت أنت فيه ولا هلله، هالحين ترجعوا باسمي. ومستحيل أنا أخلي مرة تعيش بقصر من فلوسي أنا.
قال لها مالت عندي شيء وأعلى ما في خيل تركبي، وانت تسبين الطلاق طلقت وخذ عيالك معك بعد. تقول ضاقت بي الوسيعة، ضاقت بي الدنيا. تقول فعلا طلقني وطلعني أنا وعيالي. تقول رحت عند أمي بالرياض. تقول قعدت 3 شهور ما اطلع من غرفتي من الصدمة اللي جتني برجال بدون مقدمات، يعني صار حقير ونذل بدون مقدمات. تقول أثر اللي كاسره قبل فقره، ويوم انه شاف هالعز طلع على حقيقته. تقول المهم امي يعني تحاول تطلعني من اللي انا فيه. تقول لها صديقة، امي لها صديقة حرمة كبيرة كانت دكتورة نفسية. تقول صارت تعزم الدكتورة هذه. تقول انا فاهمة انها تعزمها عشاني، وفعلا تقول فعلا الدكتورة هذه اثرت علي، ويعني وزي ما تقولون خلتني انتبه لروحي. الرجال يسرح ويمرح بقصري مع حرمة ثانية، والله ما ادري عمري بالاكتئاب والاحزان، وقرب تنجلط من القهر والغبن. تقول قررت اني انا ازيح الماضي هذا واخليه على جنب، انا لي رب وما يضيع حقي عند الله، بس خلاص خليه على جنب وبشتغل على روحي. فعلا كملت دراستي، كملت الثانوية، وتقولوا درست جامعة، درست تخصص تجميل. تجميل مو تجميل البوتوكس والنفخ، لا، تجميل اللي بعد الحوادث وبعد الحرائق وبعد يعني تجميل أنا أسميه تجميل إنساني. المهم تقول درست بهالتخصص. تقولوا كنت مبدعة لدرجة أن الدولة قالت لي تروحين تبتعثين ببريطانيا. تقول رحت ابتعثت ببريطانيا، أخذت معي أخوي. تقول واحد من أخواني أخذتهم معي. تقول المهم قعدت هناك تقريبا 7 سنوات، ما أقدر أرجع السعودية نهائي من كثر ما أنا كنت أخذ كورسات ويعني والأوقات الفراغ أدخل دورات، ويعني أحسن من مستواي لدرجة إني أنا صار مستشفيات السعودية تراسلني قبل أجي يبوني عندهم. تقول أمي وعيالي لأي عطلة صيفية يجون يقضونها عندي كلها وبعدين يرجعوا. المهم تقول رجعت السعودية وتوظفت بأكبر مستشفيات المملكة، وكنت رئيسة القسم، وغير كذا تقول كنت مبدعة واسمي على كل لسان. تقول المهم نسيت زوجي ونسيت حياتي الماضية. تقول كل ما تطري علي أتحسب وبس. تقول المهم زوجي تقول طبعا حتى عياله يتواصلون معه نادرا، ما يبيهم ولا يبي طاريهم. تقول المهم في يوم من الأيام كان عندي مؤتمر ببريطانيا. تقول من بكرة عندي المؤتمر، يعني من بكرة طيارتي. تقول كلموني العصر المستشفى، قالوا الحق يا دكتورة في عندنا حالة، يعني زي ما تقولون حالة عاجلة. تقول فعلا رحت المستشفى. تقول لقيته رجل مسوي حادث هو وزوجته. تقول متمزقة كل أعصاب وجهه. تقول يا الله وقفنا النزيف. تقول المهم اشتغلت فيه تقريبا 8 ساعات وأنا أصلح بالعروق اللي مقطعة. تقول المهم خلصت. تقول ثاني يوم رحت المؤتمري. تقول قعدت هناك 2 أسبوع بعدين رجعت. تقول يوم رجعت قلت وش صار على المريض اللي أنا يعني سويت عمليته قبل أمشي؟ قالوا لا زال بالمستشفى موجود. تقول قلت عطوني ملفه أبى أشوف حالته إلى أي مدى وصلت. تقول عطوني ملفه. تقول أفتحه ولاقي اسم طليقي قدامي. تقول وأقوم وأروح له
تقول يوم رحت له ولا هم ملفوف بشاش ومكسر يعني ملفوف وجهه بشاش. تقول جيت وقفت عند السرير. تقول قلت له أنت فلان الفلاني؟ قال إيه يا دكتورة. تقول قلت له ما عرفتني؟ قال لا. تقول قلت له أنا فلانة. تقول وهو يعني يصيبه زي الرعاشة ينتفض. قال الحمد لله انك جيتيني قبل اموت. اننا تدرين الحادث اللي صار لي انا وزوجتي، انا وش اللي جايبني للرياض؟ ان واحد من جماعتنا يعرفهم اثنينهم، يعرف الدكتورة ويعرف زوجها طليقها، انه كلمني عن حياتك وشلون انت صرتي وش القصر اللي انت سكنتيه، طبعا لانها صارت راتبها كبير ويعني سبحان الله الله رزقها. وش القصر اللي انت ساكنته، وش التعليم اللي وصلتي له، وش وصلتي في حياتك، وانك يعني اصلحتي حياتك. وانا كل هالوقت اعتقد انك انطويتي على نفسك وانك يعني فملاني الحقد عليك. شوفوا هو اللي ضارها وهو اللي غدر فيها ومع ذلك حاقد عليه. يقول ملاني الحقد عليك. يقول لكن كلمة قالها اللي عرفنا هذا اللي متصل علي خلتني أدق سلف وجيت. وش الكلمة؟ قال يقول سألته قلت له تزوجت؟ قال لا ما تزوجت، عيالها أهم شيء في حياتها. فيقول ما نمت طول الليل وأنا أفكر أني أنا أجي أخذ عيالي منك وقهرت. شوف التفكير. يقول وجيت وصار لي الحادث، هالحين أبيك تسامحيني. تقول قلت له ما أسامحك ولا أحللك لما ترجعني كل حلالي اللي أخذته. قال أرجع لك إياه. يقولوا فعلا يجي محامي للمستشفى، يطلب محامي للمستشفى ويتنازل عن القصر ويتنازل عن كل شيء. تقول واروح الجدة. تقول طبعا بعد هالسنوات هذه ثمن القصر تضاعف 10 مرات، ما هم مرتين، 10 مرات. تقول بعته وصفيت أعمالي هناك ورجعت للرياض يعني وأنا مو مليونيرة، مليارديرة من شيء من شغلي وشيء من ورث أبوي اللي رجع لي. فشوفوا سبحان الله دي أنت غدرت فيها وهي ما سوت لك شيء، بالعكس هي كانت مراعية الله فيك ونويت تقهرها فوق قهرتك لها الأولى وهي ما سوت حاجة، ما سوت حاجة. يعني بعض البشر غريبين. أنا أستغرب لما واحدة تقعد وتقول لي أنا أكره فلانة. ليش تكرهينها؟ بس كذا ما أحبها. ما في شيء اسمه بس كذا، ما تحبينها هذا شأنك. لكن والله إني فرحت إن فلانة صار لها كذا. ليش؟ أنا ما أحبها. وش سوت لك؟ ما سوت لي شيء بس ما أحبها. النفسيات هذه المريضة يعني ما يطري عليها الخوف من الله أبد. سبحان الله. وهذه كانت القصة، واتمنى مو بأتمنى فيها عظة وعبرة، هي فيها عظة وعبرة لكن لقوم يفقهون.